اكيد اي واحد كيعرف او كيسمع او ديجا شاهد الكوبل اللي مثلو حسن الفد ودنيا بوطازوت شعيبية وكبور. المهم هاد الايام نايضة كلاشات بين حسن الفد ودنيا بوطازوت. شنو هو السبب ديال هاد الكلاشات اللي بالضبط كاينين في ستوريات في الانستغرام؟ هادشي اللي غنشوفوه في هاد الفيديو، مجموعه من التساؤلات اللي كدور في بالكم وشنو هو السبب الرئيسي ديال هاد الكلاشات. المهم ما تنساو واحد لايك وتشتركوا في القناه وكملوا الفيديو حتى الاخر. خوتي اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وخليكم مع الفيديو. كنا كنعرفوا كبور والشعيبيه، هاد السلسله اللي لقت واحد النجاح كبير خاصه في المغرب وخارج المغرب. هاد السلسله كما قلت لكم لاقت واحد النجاح لدرجه انهم داروا الجزء الثاني لهاد السلسله الشعيبيه وكبور. المهم هاد الايامات كما قلت لكم نايضه كلاشات بين شعيبيه وكبور، او بالاحرى بين حسن الفد ودنيا بوطازوت، خاصه فاش كتبت دنيا بوطازوت واحد ستوري في الانستغرام قالت فيه: مقهور كون ما مقهور ما تدويش عليا في اي بلاصه مشيتي ليها. انا الوحيده اللي وقفت قدام جبروتك وقلت لك لا، ما عمرني غادي نرجع اكون هاني. بارك عليك غير دوك العبيد اللي كيطبلوا ليك، اما انا كنعبد الواحد الاحد شاده طريقي وانت باقي كتعوي. المهم هاد الصداع وهاد النقاش اللي كاين بين حسن الفد ودنيا بوطازوت بدا فاش قالوا الحسن الفد بان سبب نجاح الكوبل هو الشعيبيه. هاد الكلام ديرونجا حسن الفد اللي قال لهم بان الطاقم التقني ديالي هو سبب نجاح الكوبل، لدرجه ان حسن الفد دار سلسله جديده سميتها التي اللي بدل المكان ديال دنيا بوطازوت بدنيا المكين، وكذلك مكان الشعيبيه بفتيح اللي بقى شخصيه كبور مكانها ما غيرهاش، اللي داير هذا العام كذلك سلسله الموستاج. ناضت دنيا بوطازوت جاوبته في ستوري انستغرام، حطت عدد المشاهدات اللي وصل عشرات المليون في السلسله الجديده ديالها جوج وجوه. كذلك كبور ما عطلهاش فاش الموستاج طلع هو الاول طوندونس، حطها ديريكتومون في الانستغرام وتما بدا الصداع وبداو الكلاشات. المهم النقاد والمتتبعين ديال هذا النقاش انقسموا الى طرفين. الطرف الاول كيقول بان سبب نجاح ديال دنيا بوطازوت وكذلك الشهرة ديال دنيا بوطازوت هو حسن الفد، لان حسن الفد هو اللي شهرها خاصة في الدور ديالها ديال كوبل بدور الشعيبية، اللي تقمصات داك الدور اللي كنشوفوها دارت شحال من سلسلة ايضا بداك الدور اللي حاليا كتمثل واحد السلسلة جديدة بنفس الدور ديال الشعيبية. اما الطرف الاخر فكيقول بان دنيا بوطازوت موهوبة وكذلك عندها واحد الحس فكاهي، لولا دنيا بوطازوت لما تشهر الكوبل خاصة بالدور ديالها ديال الشعيبية اللي تقناتو بواحد الطريقة متطورة وواحد الطريقة بروفيسيونيل. وايضا كيقولوا بان ماشي حيت هو شهرها كما كنقولوا عيط عليها في دور الشعيبيه في كوبل غتبقى ديما تحت الطاعه ديالو، ديما كتبقى تعبد فيه. وماشي هنا فاش بدا الكلاشات او الصداع بين دنيا بوطازوت وحسن الفد، لان الصداع كان قديم، خاصه اللي كنتو كتسمعوا واحد الحادثه اللي وقعت لدنيا بوطازوت في واحد المقاطعه فاش ضربتها بواحد البنت هنا في الحنيفه لدرجه انها مشات للسبيطار تقريبا هرست لها النفها. اللي سولوا حسن الفد على شنو السبب اللي وقع لدنيا بوطازوت قال لهم: واش المشكل وقع لدنيا بوطازوت غادي تمشيو تسولوا دنيا بوطازوت ماشي تسولوني انا. وزاد قال حسن الفد بانه يجب على اي واحد مشى للمقاطعه ضروري يدير الصف، وكذلك يبين على التربيه ديالو. وكذلك دنيا بوطازوت ما عطلاتوش وجاوبته سيغ بلاص، قال بان انا الحمد لله عايشه وسط الشعب في الحلوة وفي المرة، في السراء وفي الضراء، وعارفة المشاكل ديالهم، والحمد لله ما كنديش الأموال ديال الشعب لكندا وكندير بهم الاستثمارات تما. هنا كتمعني على كبور اللي او حسن الفد اللي كنا كنعرفوا بان حسن الفد عايش في
كندا ماشي في المغرب. هاد النقاش اللي كاين بين دنيا بوتازوت وحسن الفد ان دل على شيء وانما يدل على ان كما كنقولوا حنا الشركه ما كدومش، دا يجي واحد النهار غادي نتفارقوا. داكشي علاش الانسان من الاحسن يخدم راسو ويخدم بوحدو. المهم هاد الصداع او هاد النقاش اللي واقع بين حسن الفد ودنيا بوتازوت وان دل على شيء وانما يدل على ان الانسان يجب عليه يخدم بوحدو ما يعتمدش على الناس. وواحد النهار كما كنقولوا غادي بنادم اللي تمدات ليك غادي يقطعها. داكشي علاش الانسان يتوقع هاد الكلام من اي واحد، ودي كما كنقولوا دير الخير ونساه. وانتم كمتتبعين شنو الراي ديالكم في هاد النقاش؟ المهم كنتسنى التعاليق ديالكم ونتسنى الجواب ديالكم باش نعرفوا شكون السبب الحقيقي. واش كما كنقولوا حسن الفد اللي طغى وبغى دنيا بوتازوت تعبد فيه حياتها كلها بسبب انه شهرها، العكس القرار اللي اتخذت دنيا بوتازوت بانها تخدم وحدها وما تبقاش معتمده على حسن الفد قرار صائب. المهم نتسنى الرد ديالكم في التعاليق. المهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بلايك وتشتركوا في القناه، وما تنساوش كما قلت لكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.